اليوم جبت لكم حريرة مغربية سهلة واقتصادية خاصة المبتدئات. بسم الله غادي نحتاجو 3 نتاع مطيشات. بالنسبة للمطيشة كتبقى الكمية اختيارية. الا كانت عندكم مطيشة كثيرة ديروها، راه كتعطي واحد البنة للحريرة. وغادي ندير واحد البصيرة صغيرة، شوية ديال القزبور وشوية نتاع المعدنوس وربطة ديال الكرفس. غادي نطحن كلشي في الهشوار وغادي نكب الخليط نتاعنا في الكوكوط. غادي نزيد عليه شوية نتاع الحمص وشوية نتاع العدس. بالنسبه للتوابل درت معلقه ديال البزار، معلقه نتاع سكينجبير، نص معلقه نتاع الخرقوم البلدي، شويه نتاع الملحه وشويه نتاع الزيت الروميه. صافي غادي نزيد الماء وغادي نسد الكوكوط نتاعتنا حتى تيبان لنا الحمص طاب. كنحلوها كنلقاو الحمص طاب. صافي غادي نزيد شويه نتاع الشعريه وغادي نزيد 2 معالق نتاع مطشه الحك ونبقى كنحرك باش ما تعجنش لنا ديك الشعريه. غادي نزيد تقريبا 6 المعالق نتاع الدقيق الفورس. غادي نزيد عليهم الماء وغادي ندور بهم الحريره. صافي كنبدا كنزيد في داك الدقيق شوي بشوي، ما نكبوهش مره واحده، حيت الا كبينا الدقيق مره واحده راه غادي يدير دوك الكويرات. ما غاديش تجينا الحريره زوينه. غادي نبداو كنزيدو شوي بشوي وكنحركو بالمغرفه كندورو في الحريره. صافي غادي نزيدو ديك 6 المعالق اللي درناهم في الماء وغادي نبقى كنحرك حتى باش كنعرفوا الدقيق ديالنا راه طاب والحريره نتاعتنا راه طاب. صافي كتكون في الاول ليمونيه بات، من بعد ملي كتبدا كطيب كتبدا الدقيق في وسط الحريره وكطيب كنحسوا كتولي لنا الحريره ليمونيه. سمحوا لي كنتمنى نكون شرحت لكم مزيان بالنسبه للمبتدئات. صافي كما كتشوفوا كتبان لنا الحريره بدات كدير دوك الفقاعات. صافي راه كنعرفوا الحريره نتاعتنا طابت والحريره نتاعنا واجده. بالنسبه للاضافات يمكن لكم تزيدوا معلقه نتاع السمن. تزيدوا الناس اللي كيبغيو السمن يزيدوا معلقه نتاع السمن اولا تزيدوا الضامه. انا ما زدت حتى شي حاجه، خليتها غير هكا. كنتمنى تجربوا وتنال الاعجاب نتاعكم، ورمضان كريم الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتوا ان شاء الله.